تنزيل ديال البرنامج ديال التزويد ديال الماء اللي كنتقدم سينا لاينسو. واليوم كنشوفوا بانه كاين توقيع ديال واحد الاتفاقيات اللي كتهم جديده وكتهم اسفي الاقليم ديال جديده واقليم اسفي اللي غادي تعطيهم الماء يعني الصالح للشرب عن طريق تحليه ديال المياه. وهذا التنزيل يعني باش المكتب الشرعي فوسفات هو اللي كتعرفوا كنقدم امام سينا يعني هذا المشروع. واليوم غادي اعطينا الاتفاق الكتابي وكذلك اتفقوا على يعني لي كونديسيون على كيفاش غادي يشتغلوا في المستقبل. فهذا شيء جد ايجابي في ظروف استعجاليه. هذا الشيء تقريبا خدا اقل من 10 ديال الشهور، لانه يعني كتعرفوا حنا في واحد السنوات اللي هي صعبه ديال الجفاف، واللي الحمد لله جات حلول اللي هي كبيره لهذه المناطق المستقبل. وشكرا لكم. اليوم تم التوقيع على اتفاقيات الامتياز واتفاقيات مع المكتب الشرعي للفوسفات من اجل العمل على تحلية المياه لمدينة أسفي وجديدة. هذه الاتفاقيات عندها أهمية قصوى. أولا هي تنخرط في إطار خارطة الطريق الذي أداجها الملك محمد السادس أيده الله لإعطاء دعم قوي لتحلية المياه من أجل حل الإشكاليات المطروحة بالنسبة للجفاف بالنسبة لهذه المناطق المتضررة. نقطة ثانية وهو أنه في نفس الوقت حدث تاريخي، لأن لأول مرة المكتب الشرعي للفوسفات فهو سيقوم بتحلية المياه من أجل الماء الصالح للشرب بتكلفة أقل تكلفة ممكنة في هذا المجال. والنقطة الثالثة وهو أن هذا الأمر فهو سيساعد كذلك على تقليص الضغط على سد المسيرة، وبالتالي توفير إمكانيات إضافية لا بالنسبة لمدينة الدار البيضاء وتزويد مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب، وفي نفس الوقت كذلك بالنسبة للمدن الداخلية وبالنسبة